في الليلة اللي مات فيها جدي الساعة وقفت، بس بعد ما دفناه ب3 أيام رجعت تدق لحالها، وكل دقة كانت تاخد سنة من عمري. اسمي كريم. جدي قبل ما يموت عطاني هالساعة وقال إياك تبيعها وإياك تشغلها بعد منتصف الليل، بس أنا ما رديت. من الفضول شغلتها 12:01. فجأة الدنيا صارت رمادية والهوى ثقل، وسمعت صوت جدي يقول صار اللي صار يا كريم. تاني يوم الصبح لقيت 5 شعرات بيض براسي، وكل ما الساعة تدق دقة زيادة أحس بوجع مفاصل رجال ستيني. بعد أسبوع صار يلحقني ختيار غريب، كل ما ألتفت يختفي، ومرة همسة من بعيد. الساعة بدها صاحبها يا ابني. فتشت بدفتر جدي لقيت صفحة وحدة: باع عمري للساعة سنة 1963 عشان ينقذ أبوكي من الموت، والدين لازم يتسدد. جدي أنقذ أبوي وهو صغير من حادث، بس المقابل كان 30 سنة من عمره، والساعة أخذتهم، وهلأ إجا دوري. رحت لشيخ السوق، أول ما شاف الساعة وجهه اصفر وقال هاي ساعة آل الزمان، بتاخد عمر بس بتعطي فرصة واحدة ترجع بالزمان. الشيخ قال فيها 3 دقات بس، كل دقة ترجعك 10 سنين لورا، بس إذا ما سددت الدين بتموت بعمرك الحقيقي فوراً. الدقة الأولى صارت لحالها، فجأة صرت 37 سنة، وأبوي مات من 2 سنين وما لحقت أقله سامحني. كان لازم آخد قرار أرجع 10 سنين، يعني بكون عمري 27 من جديد، وأبوي لسه عايش. دقيت الدقة الثانية، فتحت عيوني، رجعت 2016، كل شي رجع، وأبوي طالع من المحل عم يضحك، حضنته وأنا عم أبكي. صرت أراقب أبوي 24 ساعة. بيوم الحادث حبسته بالبيت وكسرت مفتاح السيارة، قلت خلص كسرت القدر، بس القدر ما ينكسر. أبوي مات بأزمة قلبية بنفس الساعة اللي كان رح يموت فيها بالحادث. الساعة دقت لحالها. الدقة الثالثة اشتغلت غصباً عني، صرت 47 سنة بلحظة، شعري أبيض وظهري محني والختيار أبو عباية ظهر قدامي. قال أنا صنعتها، كل 100 سنة لازم واحد يسدد الدين، إذا ما سددته بتاخد كل اللي تحبهم. بدك اللعبة تخلص؟ قال عطيني باقي عمرك وأنا برجع أبوك وبنرجع الزمن، بس أنت تختفي من الوجود كأنك ما انخلق. فكرت بأمي اللي ما إلها غيري، وأختي سارة عمرها 10 سنين، إذا اختفيت مين إلهم؟ صرخت لا، موت أبوي قدر، بس عيلتي مسؤوليتي، وكسرت زجاج الساعة بإيدي والدم طلع. فجأة كل شي صار يرجع بسرعة، شفت طفولتي، ضحكة أبوي، أول يوم مدرسة، والساعة عم تنهار. الختيار صرخ كسرت الدائرة وصار رماد، والساعة وقفت نهائياً على الساعة 3:33. فتحت عيوني، رجعت 27 سنة، بس عظامي توجعني والساعة مكسورة بإيدي ما هادت. رحت على القبر، لقيت الورد اللي زرعته وأنا صغير صار شجرة. فهمت، الزمن مشي بس الدرس وصل. فتحت محل جدي، علقت الساعة المكسورة وكتبت تحتها الوقت ما يرجع بس الأفعال بتخلد. أمي فاتت قالت حلمت بأبوك امبارح، كان عم يضحك وقال لي ابنك كسر ساعة الخوف يا حجة. سارة سألتني عن الشاب، قلت لها هاي ضريبة اللي بده يسبق الزمن، بس تعلمت إنه أعيش اللحظة. إجا زبون بده يشتري الساعة، قلت له هاي مو للبيع، هاي تذكرة بتذكرني إنه البارحة مات وبكرة ما إجا.
صرت كل ما أشوف شاب مستعجل أحكي له القصة، أقول له لا تتمنى الوقت يمشي بسرعة لأنه ما بيرجع. والحياة مشيت، صرت ساعد الناس وأعيش اليوم بيومه لأنه فهمت إنه العمر مش بعدد السنين. واليوم سكرت دفتر جدي وكتبت بآخر صفحة: الدين تسدد، مو بالعمر، بالرضا. والسلام عليكم يا جماعة. إذا أعجبتكم القصة اشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس. نلتقي بقصة جديدة.